عقلكم يصدق إن كان في ملك جيشه مش بس من البشر؟ لأ، ده جيشه فيه جن وطيور وحيوانات، وحتى الرياح ربنا سخرها ليه عشان تمشي بأمره وتوديه مكان ما يحب. ملك عظيم ربنا ما اداهوش لأي حد قبله ولا هيديه لأي حد بعده. النهاردة حكايتنا عن سيدنا سليمان عليه السلام. صلي على النبي ويلا بينا نفتح كتاب الحكايات في حكاية جديدة من حكايات ديدو وليلي. سيدنا سليمان ورث النبوة والعلم من أبوه نبي الله سيدنا داود عليهما السلام، ومن وهو صغير جداً ربنا أتاه الحكمة والذكاء ملوش مثيل في الحكم بين الناس. وفي قصة شهيرة جداً ثابتة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بتثبت لنا إزاي ربنا ألهمه الحكمة دي. في يوم كان في امرأتين، واحدة كبيرة وواحدة شابة، كل واحدة فيهم معاها طفل رضيع، وهم في الصحراء هجم ذئب وخطف طفل المرأة الكبيرة. الكبيرة من صدمتها وحزنها طمعت في طفل الشابة وادعت إن ده ابنها هي. راحوا لسيدنا داود عشان يحكم بينهم، وبحسب الظاهر والأدلة اللي قدامه سيدنا داود حكم بالطفل للمرأة الكبيرة. لكن وهم خارجين عدوا على سيدنا سليمان وكان لسه شاب صغير. لما سمع قصتهم ربنا ألهمه حيلة عشان يكشف بيها الحقيقة، فطلب سكين وقال لهم: أنا هقسم الطفل نصين وكل واحدة تاخد نص. هنا بانت الحقيقة. المرأة الكبيرة الكذابة وافقت وقالت: اقسموا. لكن الأم الحقيقية الشابة صرخت بقلب محروق وقالت: لا، يرحمك الله، هو ابنها، اديهولها بس ما تقتلوش. في اللحظة دي سيدنا سليمان ابتسم وعرف مين الأم الحقيقية اللي قلبها انفطر على ابنها حتى لو هتربيه واحدة تانية، وحكم بالطفل للأم الشابة. القصة العظيمة دي ثابتة في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وبتأكد الحكمة الربانية اللي ربنا وهبها لسيدنا سليمان، واللي ربنا وصفها في الآية رقم 79 من سورة الأنبياء لما قال: ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلما. لما كبر سيدنا سليمان دعا ربنا دعوة عظيمة زي ما مذكور في سورة صاد الآية 35: قال رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وربنا استجاب له واداله ملك عظيم. ربنا سخر له الريح بتمشي بأمره للمكان اللي يحدده، وسخر له الجن والشياطين بيعملوا له أعمال شاقة. ربنا بيوصف ده في سورة سبأ الآية 13: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. الجن كانوا بيبنوا قصور عظيمة وبيغوصوا في أعماق البحار، وكل ده تسخير وطاعة بأمر ربنا لسيدنا سليمان. ورغم كل القوة والعظمة دي سيدنا سليمان كان في قمة التواضع وقلبه مليان رحمة حتى بأضعف مخلوقات ربنا. في يوم وهو ماشي بجيشه المهيب المكون من بشر وجن وطيور، وصلوا لمكان في الأرض اسمه وادي النمل. جيش ضخم بيتحرك، وفجأة وسط الدوشة دي كلها سيدنا سليمان سمع صوت دقيق جداً. نملة صغيرة كانت واقفة بتراقب وعلت صوتها خايفة على قومها. القرآن بيوصف لنا المشهد العظيم ده في سورة النمل الآية 18: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. شوفوا اليقين، النملة عرفت إنهم لو داسوا عليهم هيكون من غير قصد، لأن الأنبياء
وجنودهم ما بيأذوش حد ظلم. سيدنا سليمان سمعها لأن ربنا علمه لغة الطير والحيوانات. فتخيلوا نبي وملك معاه جيش مرعب يوقف الجيش كله عشان خاطر نملة. تبسم وضحك من كلمتها ورفع إيده للسما في لحظة خشوع واعتراف بفضل ربنا، زي ما مذكور في سورة النمل الآية 19. فتبسم ضاحكاً من قولها: وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. جيش سيدنا سليمان ما كانش مجرد عدد، ده كان في قمة الانضباط والنظام. وفي يوم سيدنا سليمان كان بيتفقد جيش الطيور، ولاحظ إن في طائر غايب عن مكانه من غير إذن، وهو الهدهد. سيدنا سليمان غضب وقال بحزم زي ما مذكور في سورة النمل الآيتين 20 و21: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. يعني لازم يجيب عذر واضح وقوي يبرر غيابه. بعد وقت قصير رجع الهدهد ووقف قدام سيدنا سليمان وقال له جملة قوية جداً مذكورة في سورة النمل الآية 22: فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. يعني أنا عرفت وشفت حاجة أنت ما تعرفهاش وجايب لك خبر أكيد من مملكة سبأ. الهدهد حكى إنه لقى امرأة بتحكم قوم في اليمن اسمها الملكة بلقيس، ملكة قوية جداً وعندها عرش ضخم وعظيم، وده اللي وثقه القرآن في الآية 23: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. بس الكارثة اللي صدمت الهدهد يا نبي الله إنهم بيسجدوا للشمس من دون الله. الشيطان زين لهم أعمالهم وضلالهم زي ما حكى لسيدنا سليمان في الآية 24: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. سيدنا سليمان ما تسرعش وكان قاضي عادل بيحب يتأكد من الأخبار، زي ما قال للهدهد في سورة النمل الآية 27: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وبعدها كتب رسالة قوية وأمر الهدهد يرميها للملكة بلقيس ويستخبى يراقب رد فعلهم، وده مذكور نصاً في الآية اللي بعدها الآية 28: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. ولما الهدهد رمى الرسالة، بلقيس جمعت قادة جيشها ووزرائها الملأ وبدأت كلامها معاهم بذهول زي ما القرآن وثق في الآية 29: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. وبعدين قرت لهم محتوى الرسالة المذكور في الآيتين 30 و31: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. رسالة واضحة ومختصرة، دعوة للتوحيد وترك التكبر والخضوع لله. الجزء الأول خلص ورسالة سيدنا سليمان وصلت، بس رد الملكة بلقيس لسه. استنوا الجزء الثاني، المغامرة هتبدأ على أرض الواقع.